انت عارفة ان بعجينة واحدة وبكيلو دقيق تقدري تعملي 4 أصناف دفعة واحدة من اللي بتجيبيهم من المخابز دايبين دوبان. حلو جدا وأحلى وأوفر من بره بكتير. تعالي سمي الله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالي اما أقولك عملتهم ازاي. جبت 4 معالق كبار من السمسم وحطيت عليهم نص كوباية من الزيت، وأنا بس هطلع ريحة السمسم لأنه هو متحمص. لو السمسم عندك أبيض حمصيه بس خلي بالك عشان ما يغمقش. وهركنهم على جنب. وهجيب كوباية من الحليب وأضيف عليها معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 10 جرام، كيس كله 10 جرام. هقلبهم، هدوب الخميرة مع السكر وهركنها على جنب عشان أتأكد إن الخميرة نشطة. هجيب كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات، أنا بستخدمه في كل حاجة، في الكيك وفي النواعم وفي المخبوزات، بجيبه سايب، اسمه جميع الاستعمالات. بحط عليه نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، 4 معالق كبار من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات الجافة مع بعض. هكون مجهزة كوباية ونص من السمنة مش سخنة، أنا مسيحاها بس، مسيحاها عشان أعايرها. كوباية ونص من السمنة، هضيف عليها نص كوباية الزيت اللي أنا سخنت فيه السمسم، وهبدأ إن أنا أبس العجينة كويس جدا، وافركها بالمادة الدهنية مع الدقيق، أبسها يعني أخليها كده السمنة والدقيق متشبعين ببعض شبه الرملة المندية كده. تكون الخميرة بتاعتي اشتغلت في كوباية الحليب، هنزلها على العجينة وهبدأ إن أنا أعجن. طبعا لسه العجينة هتحتاج سوائل. مجهزة جنبي كوباية من المية الدافية، بنزل بيها شوية بشوية. طبعا بيفرق نوع الدقيق من التاني، يعني أنا أخدت معايا كوباية كاملة من المية غير كوباية الحليب اللي في الأول. وعايزة أقول لحضرتك إن ممكن جدا تستبدلي كوباية الحليب اللي في الأول بمية، مش لازم خالص يبقى حليب. عجنة حلوة قوي بقى للعجينة بتاعتنا عشان تبقى معانا مورقة كده ومقرمشة وجميلة. عجنة حلوة جدا. انا طبعا ما صورتش مدة العجن كلها، بس هي مدة حلوة يعني مش اقل من ربع ساعة تعجني فيها كويس. بعدين هركنها على جنب، مش هخمرها، انا هسيبها ترتاح لحد بس ما اجهز الحشوة، علشان مش كل شوية وانا بشتغل اجيب حشوة وافردها، تبقى جاهزة معايا يعني. فردت كده عجوة على شكل مستطيل علشان انا هعمل رول المنين. وجبت برضو صوابع تمر، عملت كده العجوة برضو على شكل صوابع، وعملت برضو ملبن على شكل أصابع ورصيتهم كلهم جنبي كده في صينية، علشان بعد ما افرد العجينة تبقى سهلة عليا الحشوة ان انا انجز الموضوع بسرعة. جبت العجينة بعد ما ارتاحت نص ساعة وشغلت الفرن بتاعي، وهبدأ ان انا احشيها. جبت اول قطعة كده فردتها على المكان اللي انا شغالة فيه بسمك مش سميك ومش رفيع قوي، يعني خلي السمك كده مش سميك ومش رفيع. وبعدين هجيب العجوة اللي انا فردتها على شكل مستطيل، هقلبها كده، انا فردتها على كيس تلاجة عشان يبقى سهل عليا ان انا اشيلها من مكان لمكان، ويبقى سهل عليا ان انا اقلبها على العجين. هدوس عليها كده بالفرادة حاجة بسيطة علشان ما يبقاش فيه فجوات بين العجين وبين الحشو. هبدأ إن أنا أقطع العجينة على قد العجوة بالشكل المستطيل بتاعها، وهبدأ إن أنا ألفها عادي، يعني هي العجينة سلسة مش محتاجة إن أنت تساعدي بكيس أو بأي حاجة. أنا بس رفعتها كده بس طرفها بالمفرش عشان ألفها بسرعة. لفيتها رول، ممكن طبعا تعمليه أصغر من كده، وبضغط عليها ضغطة بسيطة عشان القفلة تبقى، أعمل القفلة كده بصوابعي، أضغط عليها علشان القفلة لما تدخل الفرن ما تفتحش، يبقى شكله زي ما دخل كده شكله حلو، ويطلع برضو شكله حلو. هبدأ ان انا اقطع الرول بتاع المنين يعني بالسمك اللي حضرتك عايزاه. انا عملته عرض صابع، يعني عايزه تعرضيه شويه براحتك. هقطعه كله بالشكل ده، بصوا شكله جميل ازاي، والعجوه في النص مظبوطه، بينها وبين العجين المسافات مظبوطه مفيش هوا، عشان احنا دوست على العجوه، ضغطت عليها كده بالفراده شويه علشان تلزق في العجين. بيبقى شكله حلو قوي قوي المنين بالعجوه ده، يمكن بيخلص اول حاجه في المخبوزات. برصه بقى في صواني، الصواني اللي برص فيها مش بدهنها اي حاجه لان العجينه فيها ماده دهنيه كفايه. دي اول نقشه عملناها من العجينه اللي عملتها مع حضراتكم. تاني حاجه هعمل رول الاصابع التمر. الحشوات اللي انا مجهزاها بفرد على طول العجينه، وبعدين بجيب الحشوه اللي هي اصابع التمر اللي انا فردته على شكل صوابع كده، وبحشيها على العجينة، وبرولها كده وبقفلها كويس جدا، وبعدين ببدأ أقطعها. طبعا عايزة تقطعيها صغير، عايزة تقطعيها أطول شوية، ده بيرجع لحسب رغبة حضرتك يعني إيه اللي بيتاكل في البيت عندك، يعني لو بيحبوا الحجم أكبر أو بيحبوا أصغر.
ده برضو أصابع الملبن نفس العجينة برضو، فردت قطعة كده مستطيلة وجبت الملبن اللي أنا فرداه ومجهزاه، وحطيتها في قلب العجينة، وبعدين عملتها رول وقفلتها كويس وبقطعها برضو نفس حجم اللي بالتمر. بندخله فرن سخن جدا درجة حرارة 200 علشان ما يقعدش كتير وينشف معانا. المخبوزات دايما بتدخل على فرن سخن. دول بقى العجوة خلصت والملبن خلص، فعملت شوية قراقيش سادة، عايزة اقول لكم طلعوا تحفة، لازم تجربوها.